السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمك يا أحمد يا رفعت. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته. أحمد رفعت بنقول ربنا يرحمه كلنا، يا رب كلنا نقول ندعي له بالرحمة ونقول يا رب ارحمه. الله يصبر أهلك وبالأخص والدتك. وعايزين نقول مين اللي سبب ضغوطات لأحمد رفعت؟ مين اللي سبب ضغوطات لأحمد رفعت؟ المستشار مرتضى منصور يتعهد إن هو هيتولى قضية أحمد رفعت وهيقدم بلاغ للنائب العام عشان يفتح تحقيق. أحمد رفعت شكله تعرض لضغوطات رهيبة خليته، اسمع مني الكلام الله يبارك لك، خليته يوصل اللي هو فيه. أحمد رفعت لعب مباراة في شهر 9، شهر 9 لعب مباراة مع فيوتشر ولعب التانية، وبعد كده قال لك أحمد رفعت غايب للإصابة. أحمد رفعت غايب للإصابة. رجع أحمد رفعت بعد كده في شهر 3 لعب مباراة قبل مباراة الاتحاد السكندري يوم 7، ويوم 11 لعب أول يوم رمضان مباراة مع الاتحاد وفجأة وقع. أحمد رفعت كان غايب 6 شهور. أحمد رفعت إيه اللي حصل له في ال6 شهور؟ ومين اللي تسبب في أزمته دي؟ كان كل اللي بيتكلم وبيقول أحمد رفعت مصاب، أحمد رفعت مصاب، أحمد رفعت مصاب. ماشي يا سيادة المستشار، المستشار مرتضى منصور، عهدناك راجل بتقول الحق، راجل ما بتخافش من أي حد، ما بتقولش حاضر ونعم للظلم، وما بتقولش غير لأ للظلم. عايزينك تتولى هذه القضية بجد، عايزينك تعرفنا مين اللي ظلم أحمد رفعت، عايزينك تطلع لنا مين اللي تسبب في اللي فيه أحمد رفعت. يمكن الأسماء ممكن تكون كبيرة، ممكن الأسماء تكون تقيلة، لكن معاك أنت عرفنا إن أنت ما يهمكش حاجة، عرفناك من زمان، عرفناك إن أنت بتدور على الحق مهما كان، لو ده كان بيتسبب في عزلك من مناصب أو حتى من رئاسة نادي الزمالك. نتمنى إن أنت تخلص لنا الموضوع ده. أحمد رفعت شاب زيه وزيك وزي ده وزيي وزيك. أحمد رفعت بجد يستحق إن كل الناس تدور على حقه. أحمد رفعت الله يرحمك يا أحمد. بس من هنا عايز أقول حاجة، نقطتين بس. كابتن أحمد شوبير اللي أول ما أحمد رفعت طب ساكت في الملعب قال نصيحة لكل الشباب الصغير: بلاش المنشطات، بلاش حد ياخد منشطات عشان خاطر ما تبقوش زي حد. وقال كمان فين لجان المنشطات اللي بتحلل المنشطات؟ كان قصدك على مين يا كابتن أحمد؟ كان قصدك على مين؟ وبعد ما توفي خلاص أحمد رفعت الله يرحمه، رئيس نادي فيوتشر الأستاذ وليد دعبس قال لك أحمد رفعت هيبقى له عقد عندنا 4 سنين، كل سنة هيروح العقد كامل لوالدته. كتر خيركم، شكرا. طلع كابتن أحمد شوبير أقسم بالله على صفحته والبوست موجود، قال للعلم بس وللتوضيح أحمد رفعت فاضل له سنة واحدة في عقده. ده الراجل مات يا أخي، حتى لو فاضل له سنة. وقرر أستاذ وليد دعبس يعمل كده. ليه بتقول كده؟ هل هتعاوز تخليها سنة واحدة بس؟ هل عايز تعرف الناس إنها منة على أحمد رفعت؟ يا أخي ده من دور ولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بوست غريب قوي، مش وقته، مش في مكانه، مش في دنيته. وعند الله تجتمع الخصوم يا أحمد، وحقك يجي عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو ما جاش في الأرض هيجي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيجيب لك حقك، هو اللي هيجيب لك حقك يا محترم يا طيب. أحمد رفعت عايز أقول لكم إنه الآخر وقت كان نفسه يرجع الزمالك تاني. مش بقول كده عشان نستعطف الجمهور بتاع الزمالك، لا أبدا، خلاص الموضوع منهي. أحمد رفعت في الفترة اللي اتألق فيها مع منتخب مصر وهدفه في مرمى السودان هو اللي قلب حاجات كتير، وهو اللي غير حاجات كتير، وهو اللي حلاه في عين ناس كتير. أهلا بكم مع إسلام أبو مازن، أهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة في أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك، ولايكات يا زملكاويه عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة، وعايزين نقول كمان هو يوم تقيل شوية، يوم صعب،
عايزين نقول ربنا يشفي كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان او اللواء احمد سليمان جات له ازمه قلبيه تعرض على اثرها للدخول في مستشفى خاص، وبعد كده اتعمل له دعامه، وبعد كده ممكن يعمل عمليه اخرى بعد ما يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. ربنا يشفيك يا كابتن احمد. بصوا، اقسم بالله رغم اختلافي مع معظم مجلس الاداره في قرارات كثيره جدا، لكني ما بحبش ارى مكروه في اي واحد، ولا من اول رئيس النادي لاصغر عضو في النادي. ربنا يا رب يكتب الصحه للكل ويبعد عنهم الشر والمرض، امين يا رب العالمين. رياضه بنتنافس بنتكلم بنشوف، لكن اللي نواهم سودة احنا ما بنحبهمش. لكن في الرياضه كل شيء مقدور عليه، في الاول وفي الاخر رياضه. لكن ان انت تتمنى الشر لغيرك، وان انت تحارب غيرك، وان انت تحاول تدمر غيرك، ده اللي ما نقبلوش. واللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. شكرت مجلس الاداره على حل ازمه القيد، واختلفت معاهم في الانسحاب امام الاهلي، واختلفت معاهم في حاجات تانية، وشكرتهم في حاجات تالتة. لكن ده رياضه. لكن انا اتمنى شر لحد؟ لا. كابتن احمد سليمان لهم كل الاحترام والتقدير مني، ربنا يشفيه ويعافيه. كابتن احمد سليمان اللي في عصر المستشار مرتضى منصور كان ليه الفضل في معظم صفقات الزمالك، وانه خلص لنا صفقات كتيره وهو مهندس صفقات. بنختلف في الرياضه لكن ما نختلفش في الاخلاق وفي الطيبه اللي بقت قليله قوي في زماننا. ربنا يشفيك يا كابتن احمد يا سليمان. ربنا يشفيك والف مليون سلام عليك، وترجع لنا وترجع لاهلك بكل خير. ما بنتمناش لحد الشر ابدا والله العظيم، حتى لو مختلفين معاه. ندخل على قبل ما نخش على قائمه نادي الزمالك. فيوتشر نزل نعي لاحمد رفعت، بس بيقولوا فيه ان اللي بيدار على السوشيال ميديا ده مش مظبوط، وان احمد رفعت تعرض لضغوطات ده مش صحيح، وانه كان بيتعامل احسن معامله بعد اصابته وبعد مرضه من جانب اداره فيوتشر. تمام. لكن احمد رفعت بلسانه اللي قال مع ابراهيم فايق انه تعرض لضغوطات شديده جدا جدا جدا، وجابوا دكتور واتكلم عن الاسترس والاعراض الستريس، وممكن تكسر القلب وممكن تسبب جلطات. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي. نادي الزمالك هيلاعب الاسماعيلي غدا الساعه 7 مساء. غيابات كثيره وعديده داخل نادي الزمالك، على راسها احمد زيزو، واللي المفروض كان ممكن يبقى موجود في المباراه، لكن اداره نادي الزمالك قالت عشان يخرج على طول يروح على معسكر المنتخب الاولمبي اللي هو يوم الاحد. لسه كان ممكن احمد زيزو يلعب، لكن اداره نادي الزمالك حبت تريحه. فكده هيغيب زيزو، هيغيب زياد كمال، هيغيب محمد شحاته، هيغيب حسام عبد المجيد، بجانب غياب الاباتشي شيكابالا، بجانب غياب ناصر منسي، بجانب غياب سامسون ايكينولا، سيف فاروق جعفر، بجانب غياب كمان محمد عواد، وبجانب غياب مصطفى الزناري. لكن محمد عواد غايب ليه؟ هل اصابه ولا ايه؟ ولا يمكن خلاص انتهت حكايه عواد مع نادي الزمالك؟ قائمه نادي الزمالك ان شاء الله اللي هتواجه نادي الاسماعيلي: في حراسه المرمى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز. في خط الظهر حازم اسامه ناشئ، واحمد مجدي ناشئ، وكمان حمزه المسلوسي، وعمر جابر، والسيد نمار. وفي وسط الملعب نبيل عماد دونجا، واشرف رؤى، ومحمد السيد، وعمار ياسر. وكمان متواجد ناصر ماهر، ومتواجد عبد الله السعيد ويوسف اوباما، متيابه، ابراهيم نضاي، محمد عاطف، مهاب ياسر، وكمان متواجد مصطفى شلبي، وكمان متواجد اللي رجع بقاله فترة كان غايب سيف الدين الجزيري، وكمان متواجد برضه ما تنسوش في قائمة نادي الزمالك زي ما قلنا طبعا عبد الله السعيد. ودي قائمة نادي الزمالك ان شاء الله اللي هتواجه نادي الاسماعيلي. ربنا يوفق نادي الزمالك امين يا رب العالمين. مباراة مش هتبقى سهلة في ظل غيابات كتيرة جدا. اول مرة اشوف قائمة نادي الزمالك ناقصة بهذه الطريقة، ناقصة كتير قوي. ربنا يوفق نادي الزمالك وينصره. اظن التشكيل المتوقع سريعا كده: محمد صبحي في حراسه المرمى، 2 مساكين هيبقى حمزه المسلوسي واحمد مجدي. باك يمين وباك شمال، بص، عمر جابر والسيد نمار، يعني السيد نمار باك يمين، عمر جابر باك شمال، او عمر جابر هيلعب باك يمين ومحمد عاطف باك شمال، ده لو قرر جوميز. في وسط الملعب نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. وفي الامام وفي الهجوم كل من
سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي، واظن ممكن يكون متيابه. ده التشكيل بنسبه 70% 80%. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.